ويا صباح الورد، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، صباحكم رزق وهنا وراحة بال، صباحكم أمل وتفاؤل، صباحكم كله كده طاقة ونشاط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. يا رب يسعدكم ويخليكم ويبارك فيكم ويحقق لكم كل أماليكم ويكبر بخاطركم يا رب، ويسعد أوقاتكم وينصركم على من يعاديكم، ويبعد الناس المؤذية يا رب عنكم، ويحبب خلق الله فيكم وينصركم يا رب نصرا عزا كده مقوى مقتدر. وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يعطيه يا رب، وكل اللي في نفسه في رزق ربنا يوسع عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب، واللي نفسه في رزق حلال كده ربنا يطبطب على قلبه كده ويساعده يا رب هو وولاده، ويديله كل ما هو عايزه يا رب. تعالوا بقى نبدأ الفيديو الجديد بتاعنا كده، فيديو كله نشاط، فيديو كله حيوية، فيديو كله مشتريات وحاجات حلوة، فيديو يخصك يا ست الكل منك ليها كده، فيديو يخليكي كده قاعدة ما تمليش منه. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا قمر، اتمنى تحطي لي لايك وتشاركي الفيديو، ولو انت مش مشتركة اشتركي معانا يا قمر. طيب انا امبارح ما نزلتلكوش فيديو، وعايزه اقول لكم ان انا قسما بالله كنت مفتقداكوا كده، كنت حاسه ان انا ناقصني حاجه بس بقيتش عارفه اعمل ايه. طبعا كان غصب عني، لان النت طبعا عندي فيه مشكله. طبعا انتوا عارفين لا دام النت فيه مشكله يعني كلنا بنبقى، عايزه اقولك ان احنا مقصرين في حاجات كتيره قوي. فتعالوا بقى الفيديو الحلو بتاعنا دوت. بص يا ست الكل، طبعا الجو كان حر جدا كالعاده، مكسلين ناكل ومكسلين نطبخ ومكسلين، عايزه اقولك ان احنا يعني من كتر الحر قسما بالله الحركه بتاعتنا خايفين نتحرك لا نعرق كده ونسخن، وانت فاهمه بقى الدنيا منك ليه. طيب عملت ايه انا يا مرودي؟ اتصلت على جوزي قلت له انت جاي كده انا ما عملتش اكل والجو حر، وعايزه اقول لكم طبعا ان الرز والحاجات خلصت من عندي، ما كانش في اي حاجه خالص في قلب البيت. فقلت له طبعا الحاجات خلصت. فهو الله يبارك له ويخليه يا رب جاب لي الحاجات اللي هي كانت ناقصاني. وعايزه اقول لك طبعا الحاجات ديت يعني هوريها لكم دلوقتي، بس يعني انا ما بعرفش بتخلص قد يعني كل قد ايه، انا بجيبها وما بتخلص بعرفه. طيب قلت له هات بقى معاك، بما ان مفيش رز ومفيش اي حاجه، قلت له هات معاك فطير. الفطير ده جميل جدا جدا، بنجيبه من حد يعني عندنا ناس يعني بيعملوا كده في الطابونه، بيعملوا جاهز، عايزاه سخن عايزاه بارد زي ما انت عايزه. بس هو كان بصراحه جايبه سخن مولع كده، وكان زي العسل يتاكل حاف. وبرده كان جايب لنا برطمان عسل. العسل جميل جدا ومفيد للانيميا، لو انت عندك ولاد عندهم انيميا، معظمنا يعني كلنا ما شاء الله ولادنا يعني الانيميا دي، عايزه اقول لكم ان هي ما بتمشيش من عندنا خالص، على طول عندنا. يلا الحمد لله. فالعسل جميل جدا جدا، خليه في البيت كده، حتى والله لو ولادك يعني مش عايزين ياكلوا او ما لهمش غرض في الاكل مثلا اللي هتعمليه، العسل جميل جدا، ممكن يجيبوا فطيره وياكلوا بيها، او ممكن بعيش برضو بيبقى حلو جدا مع حته جبنه. وايه يعني وجبه كده ايه تسليه كده عقبال ما ايه وتصبروا عقبال ما تخلصي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الفطيره بقى حسب ما انت عايزه تبقى في احجام، وحسب ما انت عايزه ممكن برضو تبعتيله السمنه والدقيق. لو انت مثلا عايزه تعملي بسمنه بلدي، اللهم صل على سيدنا محمد، بتديله بيعملوا لك وانت واقفه، وبتاخديه برضو وانت واقفه. هما ما شاء الله صناعيه، ويعني مش زي ما احنا بنعمله في البيت بياخد وقت وعقبال ما تفردي، لا ما شاء الله مسافه نص ساعه هتلاقي كل حاجتك جاهزه وريحته جميله. عايزه اقول لك قسما بالله طبعا انا جايباه جاهز، ما وديتلوش ولا سمنه ولا اي حاجه، ريحته خطيره جدا جدا. يعني ريحته كده لو انت في اخر الشارع تخليكي تقولي لا انا هاكل فطير النهارده، يعني بتبقي متشوقاله. فبتبدأ الفطيرة عنده من 20 وانت طالعة بقى، كل ما ايه ما يعني كل ما السعر بيطلع معاكي كل ما الفطيرة ايه بتبقى اوسع يعني وايه واكبر. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، دي ب20. طبعا احنا عندنا قسما بالله يعني بنبقى نفسنا فيه وهنموت عليه ونيجي ناكله كده، مش عارفة سبحانك يا رب، ناكل لقمة او لقمتين وتلاقي يعني نفسنا جزعت، الله اعلم بقى نفسنا اتسدت، مش عارفه سبحانك يا ربي، نبقى متشوقين له وهنموت وناكله كده، واول ما نيجي يعني لقمه لقمتين وتلاقي الاولاد الحمد لله يا ماما وانا ذات نفسهم كده، الاقي نفسي قمت كده وخلاص، يعني بيبقى مشبع، معرفش بقى هو ولا العسل. فاللهم صل على سيدنا محمد. جبناه كده، انا بحب يعني ايه اقسمه كده طبعا عشان الاولاد يعني ما يقعدوش يقطعوا ويتبهدلوا منهم، لا انا بخلي كده مثلا ايه ارباع
يعني لو ابني خد الربع كده يعني ما يفوتش منه حاجة، وحرام لما يترمي وكده. انا بدوق بالحاجة، بصوا ما شاء الله، انا ورا الكاميرا بدوق قدام الكاميرا، يعني بصي ما بنقولش لا. وهنا العسل مش عارفة والله كان جايبه بكام جوزي. جبنا بطرمان، العسل ده خام جدا يعني ما شاء الله، اصل من غير ميه. في عسل بيبقى مغشوش يا بنات، لا ده جميل جدا جدا، ده يعني نمرة واحد زي ما بيقولوا كده، لا يعلى عليه. بصي العسل ده هو يعني ما تغيبوش عنك، على طول في التلاجة، حلو قوي قوي والله العظيم جميل. لو حتى بنتك بيغمى عليها عندها انيميا، تاخد منه معلقتين على الصبح ما شاء الله يعني بصي عايزه اقولك احلى من فيتامينات واحلى من مقويات. فعلى طول خليه عندك في قلب في التلاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. قلينا بيض وعملنا جبنه زي ما انتم شايفين، وحطينا عسل بطحينه، وما شاء الله فضل ونعمه والحمد لله. ودي عشوه والحمد لله ايه، اللهم ديما نعمة احفظها من الزوال. تعالوا بقى ايه، شوفوا اختكم الهنا اللي هي فيه، بجد والله العظيم. يعني الواحد مش عارفة يعني يحزن على الزمن اللي احنا بقينا فيه ده، ولا الناس اللي بقوا وحشين، ولا هم غشاشين. المهم تعالوا اما احكي لكم بقى الايه الحوار. صلى على النبي الاول منك ليها يا قمر كده و... وتابعي معايا الفيديو. طيب هنا انا كنت طالبه اوردر، اقسم لكم بالله اللي انا بقالي حوالي يعني داخل على 10 ايام، دفعت نصه تمام، وقلت لها النص التاني لما الاوردر يوصل. هي كانت عايزه تاخده كله، قلت لها لا يا مدام، هو انا مش اول مره اطلب اونلاين، انا بدفع نص الحاجه والتاني عند الاستلام. قالت لي خلاص ماشي. بعت لها طلبت كذا حاجه، طبعا الحاجه ما بتشوفيها على الجروب غير ما بتجيبيها نهائي. يعني انا هقول لكم، انا كنت طالبه بلانشا، كنت جايبه علبتين من دول، علبه الكبيره اللي هي الغطاء اللي انا هشيله ده، وهنتفاجئ كلنا مع بعض دلوقتي، وانا فعلا اتفاجئت. اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه اقول لك ان الاوردر ده قعد 10 ايام عقبال ما كل يوم تتصل بيا، وكل يوم واحد يتصل بيا شكل انت فين يا مدام، اقول له في الحته الفلانيه. يقول لي طب العنوان ده بعيد، لا مش عارفه ايه، طب انا هرجع الاوردر تاني المكتب، طب انا مش عارفه ايه. المهم بقينا في الحوار ده ال10 ايام. المهم اتصادفت وقالت لي ايه، طب العربيه جايه لك النهارده يا مدام، بس هي كانت طالبه شحن 100 جنيه، انا هديها 200 جنيه. قلت لها ماليش دعوه بال100 الزياده دي، انت حضرتك هتدفعي ادفعي من جيبك، انا الشحن انا ادفع 100 جنيه وخلاص، و100 جنيه كتير كمان. قالت لي خلاص ماشي. بالفعل اتصل بيا وخرجت، لقيت الاوردر العربيه جات لي فعلا على باب الشارع. فانا خدته وخدت الفاتوره واديته ال 200 جنيه. قالت لي حطي له ال 200 جنيه من مع حضرتك، ال 100 اللي انا هدفعها دي باقسمها من ثمن الاوردر. قلت لها خلاص ماشي. المهم روحت، قالت لي بقى حولي لي. قلت لها استني يا مدام اما افتح الايه الاوردر. تخيلوا ان هم جايبينه في شقاره، انا اول مره اشوف اوردر اطلبه ويجي لي في شقاره. فاللهم صل على سيدنا محمد زي ما انتم شايفين كده. قالت لي طب مش هتبعتي لي، قلت لها طب ماشي ثواني اطمن بس على الاوردر واطمن على الحاجه واشوف حاجتي تمام وبعد كده هبعت لك. قالت لي خلاص ماشي. بتفاجئ كده لقيت العلبه مشروخه، قسما بالله زعلت جدا جدا، لان انا كنت عايزه العلبه الكبيره دي باي طريقه، كان نفسي اجيبها. فالمهم رحت مصورها لها، هي طبعا متابعه معايا على الواتس بقى، لان بقى لها 10 ايام معايا العنوان ومش عارفه ايه، وانت فين يا مدام وعربيه الشحن مش راضيه تخش عندك عشان انت قرى وارياف، وهم ما بيخشوش القرى والارياف والكلام ده كله. قلت لها يعني ايه يا فندم، بعد ما حولت لك نص الاوردر تقولي لي مش عارفه. قالت لي لا انا هحاول ايه ابعت لك مع شركه تانية. فبالتالي بعتت لي شركه البراق، اوسخ وازبل شركه بامانه الله، لما يجيبوا لك الحاجه مكسره. فانا قلت لها طب يرضي ربنا ده. قالت لي ليه في ايه، قلت لها بصي حبيبتي العلبه الكبيره عامله ازاي. قالت لي يا لهوي طب ازاي منهم لله ومش عارفه ايه، تخيلي الاوردر ده راح مرتين ولف الكوره بحالها عشان يوصل لك. قلت لها طب انا ذنبي ايه، انا حضرتك طالبه منك اوردر ومفروض يجيلي ملفوف لفه حلوه عشان ما يتكسرش. قالت لي والله بالفعل انا طلبت منهم يلفوه في الكراتين، بس هما بقى يروحوه يجيبوه، يروحوه ويجيبوه يحطوه في الايه المكتب، ومش عارفه بقيتش عارفه اعمل ايه، ده شركه كاني وشركه مش عارفه ايه وشركه. قلت لها طب انا اعمل انا ايه دلوقتي. قالت لي خلاص يا فندم اقسمي حق العلبه اللي اتكسرت دي مش هاخد حقها، وحاسبين على الحاجات التانية. انت بعتيلي مثلا عربون وادفعي حق الشحن ال100 جنيه اللي انت بعتيها للشحن الزياده دي، اخصميها برضك من ايه من الحاجات اللي عندك. قلت لها تمام. برضك انا كنت طالبه اللي هو الطقم الاكريليك دوت. آه اللهم صل على سيدنا محمد. كنت متخيله هو 3 مقاسات، المقاس الكبير بتاعه انا متخيله ان هو ياخد ايه المكرونه الاسباجيتي الطويله دي،
قلت هحطها مثلا لو هجيب سايبه احطها في قلب الايه، في قلب البطرمانات الطاوله دي. تخيلوا ان هي فعلا طلعت قصيره مش زي اللي انا كنت شايفاها في قلب الجروب. قلت لها يا فندم طب حتى الطقم بتاع التوابل ما طلعش هو. قالت لي لا يا فندم هو. قلت لها طب ما المقاس صغير. قالت لي لا هو ده اللي كان موجود يا فندم وهو ده اللي حضرتك اخترتيه. قلت لها لا ده الحاجه كانت يعني اللي موجوده حاجه وما جات لي حاجه تانية. قالت لي لا هو بس هي الكاميرا ممكن تكون ايه مكبره شويه. فالمهم خدته وخصمت ده من ده وجبت ده من ده واديتها وخصمت ال100 جنيه اللي انا دفعتها طبعا شويه الحاجات دي طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت بلانشا وجبت العلبه اللي هي الخضراء والعلبه المكسره وطقم التوابل. والحمد لله ان انا اكتفيت بكده وقلت توبه وادي النوبه اطلب اي حاجه اونلاين. انا كده كده يعني لما اكون عايزه حاجه اروح العتبه اروح هنا اروح هنا او اروح اي محل يعني بجد بجد انا اول مره اندم اللي انا رحت جبت اللهم صل على سيدنا محمد حاجات من الاونلاين. فبصراحه والله العظيم الواحد كان متضايق وكنت بصوا عايزه اقول لكم انا الود ودي كنت اقول لها ما ابعتلكيش ولا جنيه بس كمان الواحد بيخاف ربنا وبيتقي الله مش عايز يعني يدخل حاجه حرام على بيته وعلى عياله. بس انا قلت هي ملهاش ذنب بصراحه. هي بعتت الاوردر وهم الناس اللي ايه ما وصلوش يعني الامانه لغايه صاحبها عدل زي ما بيقولوا كده ولا ما اتقوش ربنا في الحاجه. فاللهم صل على سيدنا محمد. برضك يا بنات انتوا خدوا بالك منك ليها. اوعي تتغشي واوعي تطلبي اي حاجه من على النت الا اما تكوني متاكده منها ومتاكده من صاحبه المكان ومتاكده كمان من الشركه اللي هتجيب لك الحاجه لغايه البيت. لان تقريبا الشركه كان كل واحد شكلي يكلمني يقول لي يا مدام انت عنوانك فين؟ اقول له يا فندم العنوان انا سايباه في الجروب وقايله للمدام. تقول لي المدام قال لي لا اللي انت في عين شمس. قلت له لا انا مش في عين شمس انا في حته كذا كذا. قال لي لا يا فندم الاوردر جالي في عين الشمس. قلت له طب انا اعمل ايه؟ برضو تاني يوم يا مدام انت فين؟ قلت له انا في الحته الفلانيه. قول لي لا انا مش هخش لك لغايه البيت انت في قرى وارياف وانا خايف. قلت له يا فندم وانا اول مره اطلب اوردر؟ انا على طول بطلب اوردرات وبتجيلي لغايه البيت في ايه؟ فاللهم صل على سيدنا محمد. بقى يزهقوا بقى يرجعوا الحاجه ويرموها بقى يهملوا فيها. فالله يسامحهم بقى. فانا من ساعتها قسما بالله يعني العلبه ديت قلت كده كده ما دفعتش حقها بس انا كنت محتاجاها. بس بصراحه جوزي قال لي انا احاول اظبطها لك واعملها لك ان شاء الله حتى تحطي فيها اي حاجه. فقلت له خلاص ماشي نفعت نفعت ما نفعتش خلاص كده كده انا ما دفعتش حقها ولا دفعت فيها اي حاجه ولا خسرت اي حاجه. والحياه تجارب ادينا بنتعلم وبعد كده ايه بنتعلم من اخطائنا زي ما بيقولوا كده. فان شاء الله ما عاوز حاجه انا هنزل اجيبها. وكده كده الاسعار موحده في كل حته والنت ما خلاش برضه. فلما صلى على سيدنا محمد سبتهم كده بقيت متعكننه خالص. قلت اما جوزي يجي بقى ايه يشوف له اي صرفه فيها كده كده يعني بدل ما تترمي فايه انا قلت هستفاد منها. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت بقى اسيبهم كده وبعد كده اعمل لكم فيديو بقى ايه يعني اشوف هنعمل فيهم ايه واحطهم ازاي. انا كنت بفكر اللهم صل على سيدنا محمد اخليهم لبنتي يعني اخلي طقم التوابل ده لبنتي. بس حسيت ان يعني بنتي لسه قدامها كتير فعقبال ما تخش يعني او تتخطب وكده هيكون طالع حاجات اشيك من كده. وانا برضك عندي البرطمانات مش مديه شكل حلو للمطبخ ويعني عامله لي هرج ومرق كتير قوي وعامله لي هيصه جامده قوي قوي قوي. فانا قلت لا اللهم صل على سيدنا محمد خلوهم لي يلموا لي التوابل ويلموا لي الحاجه وبعد كده انا هبقى اجيب لها الاحسن والاحلى. هنا زي ما انتم شايفين بقى ايه كان عندي هدوم غسلتها وقلت اما اطبقها وانا واقفه. فحاولي الهدوم اول ما تغسليها طبقيها وانت واقفه لان بصراحه والله العظيم كنت بلمها واحطها على الكراسي زي ما انتم شايفين كده الاقي ولادي باعتراف كل حته مبقاش عارفه ان دي فيها من الوسخه. فقلت لا بما اني يعني لمتهم ايه اطبقهم وانا واقفه كده على السريع. فبصراحه الواحد والله العظيم قلت الحمد لله اللي هي بتيجي في حاجه زي كده والحمد لله اللي انا ما بعتلهاش الفلوس. كان ساعتها هتجيب الغلط عننا وكانت هتقول لي لا انت اللي كسرتيه وانت اللي عملتيه. المهم الحمد لله. فخدي بالك يا حبيبتي من الحته دهيت ما تيجي تطلبي حاجه وحاولي برضو تفتشي في الحاجه قبل ما الشركه تمشي عشان لو في اي حاجه محدش يحملك المسؤوليه انت. انا لو كنت اعرف والله العظيم لو كنت رجعته بالايه بالاوردر تاني او ما كنتش دفعت له ولا جنيه اساسا.
فيلا الحمد لله. لازم نتقرس ولازم نتعلم عشان بعد كده ايه نبقى شاطرين ونبقى ناصحين ونبقى واعيين. فزي ما انتم شايفين بقى يا حبايب قلبي خلصت